طبعا كلكم عارفين مستر خالد علي صح؟ انا كنت طالب على مستر خالد علي. ودي حاجه تشرفني ان انا بحب جدا جدا الراجل ده. طيب انتوا عارفين ان انا مش فاكر ولا مدرس في ثانويه عامه غير مستر خالد علي؟ ليه بقى؟ هل هو عشان اشطر مدرس؟ لا هو طبعا شاطر جدا وعشان كنت باخد معاه، فدي ما فيهاش نقاش وشهاده قيمه لوحدها مش هندوس قوي في الحته دي. امال انت ليه كنت بتحب خالد علي يعني؟ ليه يعني انت اشمعنى الراجل ده اللي فاكره؟ انا والله العظيم ثلاثه لو كان اي مدرس في عامه كان رحمه الله والله ما فاكر حد اللي كان معاه. طب ليه بقى؟ ولما شفته من قريب بالصدفه قلت له انا مش فاكر حد غيرك، هو فاكرني. ليه بقى؟ عشان الراجل ده كان حافز بيا من غير ما يعرف. وانا كنت اعرف هو حافز بيا. ازاي؟ خالد علي كان عارف يلعب كوره. فلما كنت بروح هو عارف ان شريف بيلعب في مواضيع عرب وجامد جدا وانا اصحابي كانوا طايرين بيا وكانوا يعني دافخيني شويتين. وكنت كابتن الفريق وبعرف في منتخب مصر كنت بقدر. فلما كنت بروح مع مستر خالد علي واخش له بقى بالشنطه ولبس المنتخب وعامل بقى ان انا قصه بقى انا مش همشي عادي لا ليه؟ على فترته عشتها. فهو كان دايما بيحسسني ان انا جامد. دايما بيحسسني ان انا مختلف. من نظره من كلمه. فانا كنت بحب اشوفه عشان احس ان انا جامد. لو متخيل لحد فين؟ والله العظيم والله كنت بروح ومحمد سامي يشهد على كده. محمد سامي كان مع مستر خالد علي من زمان برضه انا فاكره. فجه مره ولسه مفكرني هو بالمشهد ده والله العظيم. يقول لي انت بتيجي ليه؟ انا ساعات باجي 3 مرات ما بجيش ساعات بتاخر. طب انت بتيجي يعني هو انا شاطر على فكره. انا كنت في مدرسه ربنا يكرمني كنت في مدرسه لغات وكنت كويس في الانجلش يعني ما عنديش الازمه قوي. يعني ربنا يكرمني فيها شويه كنت تمام. يعني من الاخر ممكن اجيب الورقه واعرف ابص على نفسي شويه اسمع مثلا صحابي ونقعد نتفق والدنيا تمام. طب انت بتيجي ليه؟ تيجي ليه؟ بقول له بقى مش راجل ده. وبمشي خلاص انا باجي اخش احضر الوقت المعين ويبص لي والدنيا تمام هو بيملاني طاقه ما اعرفش. مع الوقت اكتشفت ان هو حافز. اكتشفت هو خالد علي حافز. في الفتره دي كنت بحب اشوف الراجل ده عشان اقول لنفسي ان انت جامد فارجع ثاني يوم في التمرين ابقى جامد. حافز. ما اعرفش انا فهمت الكلام ده لما كبرت.